السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 قوي. قبل ما نبدا اي فيديو دلوقتي، ما تنسوش اللايك الشير السبسكرايب والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة يا رب. بصوا النهارده بقى احنا صحينا عملنا الشاي بتاعنا اهو، تعالوا اشربوا شاي معايا. تمام. هنعمل النهارده كوارع وعزبان. بصوا بقى النهارده هننقع الكوارع في محلول ملح ودقيق وقشر برتقان. تمام. عشان تنزل الدم، طبعا لو فيها دم او اي حاجه. تمام اهو. وعلى فكرة بتشيل أي روايح فيها. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهو. إيه، معلقتين دقيق أو 3 معالق. تمام. احنا اتحطينا 3 معالق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام. قد ايه بقى ليمون؟ على حسب ما تحبي، يعني اللي يحب يحط زيادة ليمون وقشر برتقان. قشر برتقان رائع على فكرة، يعني بيشيل برضو الزفرة وريحة الحاجات دي يعني. تمام. وهنحط شوية ملح محترمين كده. تمام. هندبس كوكي تعملها، عايزة اختبرها اعرف هتعرف تعملها ولا لا. اهو. تمام. هنسيبها لمدة كده ساعة منقوعة كده في الملح وقشر البرتقال والليمون. تمام. بصوا الممبار ده انا نضفته. تمام. قلبته وحطيته في شوية ملح وسيبته في التلاجة من غير اي مية، بس على وشه التاني. تمام. وهنرشه برضو ملح عليه، وهنحطه برضو دقيق. تمام اهو. 3 معالق من الدقيق وليمون. تمام اهو. وقشر برتقان. تمام. على فكرة بتاكلوها بقى بتلاقوا، يعني بتلاقوها زي الفل، ما شاء الله لا قوة الا بالله. تمام. يا رب ان شاء الله كده الفيديو يكون خفيف عليكم النهارده. بصوا حبايبي، انا جبت 3 بصلات كبار اهو. تمام اهو. خرطوهم مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام اهو. تمام اهو. على فكرة كده حاجات تدفي كده في الجو دوت، واكلات بقى مصرية بحتة يعني، كوارع والممبار. تمام. يلا بقى قومي تشجعي واعملي لولادك. تمام. لان الاكله دي مطلوبه مني، فحبيت اعملها يعني، نعملوها سوا مع بعض. بصوا حبايبي، اهو هنحط له كده زيت اهو. دي معلقه سمنه اهو، معلقه كده بس اهو. تمام. بصوا حبايبي، احنا سايبين ال3 بصلات تتحمر على النار. وايه بعد ما تتحمر هنشوف بقى ماما هتعمل ايه. بصوا حبايبي كده احنا هنحضر الخضره اللي هي شبت، كزبره، بقدونس، طماطم. تمام. بصوا حبايبي، انا كده شلت الصلصه من على النار. تمام. انا مش عارفه اخد كوره بوتاجاز عشان بسوي الحاجه. تمام. بصوا ده معلقتين 3 معالق صوص فلفل احمر. تمام. توم، دقه توم، فلفل. تمام. كمون. هنحطهم كلهم كده مع بعض.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فلفل اسمر، بهارات لحمه، ملح، كمون، فلفل اخضر. انا حطيت عليها فلفل اخضر. تمام. وهو وهنحطه الخضره. الخضره دي ايه؟ بقدونس، كزبره، شبت. اهو. تمام. اهو. هنقلبها مع بعض طبعا. بصوا انا حطيت ايه، جزء من النعناع كده، ايه، خفيف خالص اهو. هنفركه كده اهو. يبقى حلوه جدا جدا للمحشي. اهو. خلاص هنقلب كل ده في بعضه بقى. بصوا يا بنات، هي كده ايه، خلصت. تمام اهي كده، ايه، خلصت تسبيكه دي. عايزه تعمليه ني في ني اعمليه عادي، مفيش مشكله. تمام. بس هما بيحبوه كده يعني. بصوا احنا كده غسلنا الرز. تمام اهو. هنحطه طبعا التسبيكه عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو. هنقلبوها ايه مع بعض اهي. بصوا الكوارع هي اتغسلت وبقت زي الفل طبعا، في المحلول اللي احنا نقعناه فيها، اللي هو ملح وليمون قرش برتقان. تمام. وليمون. بصوا الميه اللي هي بتاعت الكوارع هنعمل فيها ايه، فصين بس، فصين مش كتير، فصين حبهين. تمام. ورق لورا اهو، برضو مش كتير. تمام. وهنحطه بقى ايه فيها الكوارع. تمام. وبرده بصلايه اهي. تمام. وهنحطها على النار. بصوا كده احنا غسلنا العصبان. تمام اهي. هنعملها مع بعض دلوقتي. بصوا يا بنات، احنا دلوقتي ايه، طبعا انا صفيتها من الميه. تمام. وايه، هنعمله طبعا انا عشان لابسه الجوانتي فهي مضايقاني يعني. اهو. هنمسكه ده كده اهو، وده اهو كده اهو، وهقوم حاطه صبعي ده كده اهو. اهو. يبقى ده وده. تمام. وهنعمل كده اهو. 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 لحد ما نملاها كلها، بس هنخليها ايه على الهوا يعني، ما نملاهاش خالص عشان ما تفرقعش. تمام. بصوا يا بنات اهو، هنخليها ايه مهويه خالص يعني. ايه، بصوا اهو، هي يعتبر ايه اهو السمك بتاعها، وما فيهاش الا حبه رز ايه خفيف خالص. ليه بقى؟ عشان ما يفرقعش وهو بيستوي اهو. اهو. بصوا بقى الرز زياده كله طلعته اهو. بصوا، على فكره انا واخده شويه رز من الخلطه عشان ما اخليش كله طبعا من العصبان والكلام ده اهو. بصوا اهو، ادي الزياده اهي بطلعها. تمام اهو. يبقى بصوا مهوي خالص خالص. بصوا يا بنات، هنعمل واحده تانية معاكم اهو. هنمسكوا دي كده اهو. اهو دي، وهنمسك صباعنا ده الاتنين اهو كده اهو. تمام اهو. 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 بصوا يا بنات، احنا عملنا كده ايه، مهوينها خالص اهي، يعني نسبة الرز خفيفة جدا عشان في السوا ما تفرقعش. تمام اهي. دلوقتي انا بطبخ. اهو.
هنمسك برضو ايه البوز ده هنربطه. يلا كوكي. بعد اذنك اهو. طبعا وانتي لما بتطلعيها من السوا بتاعها خلاص استوت، تعملي ايه؟ تقومي مقصقصه الخيط ده كله. تمام ماشي يا كوكي. لا 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 اهو، على حجم بقى ايه، اي حجم بقى انت عايزاه. خلاص اهو. تمام اهو. اهو في الاخر بقى طبعا ايه بتقصي ايه الخيط ده. بصوا بقى حبايبي، احنا اهو هنخرمها يعني بعود عشان ما تفرقعش في اهو. الميه بتاعتها. اهو بصوا اهو. نخرطها كده تمام عشان ما تفرقعش. بصوا يا بنات هنعمل كده بالخله، ولو في هوا كده في اهو بصوا لازم تطلعوه اهو بالخله. تمام اهو. اهو اي هوا فيها طلعوا، اضغطوا عليها كده بايديكم عشان في التسويه ما تفرقعش. تمام اهو. اقعدوا بقى كده خرموا فيها على قد ما تقدروا، واضغطوا عليها كده تطلع ايه الهوا اللي فيها. تمام اهو. بصوا يا بنات خلاص هي كده دخلت في مرحله السوا. بصوا الكوارع اهي، الشوكه بقت ايه بتسيبها. تمام اهي خلاص اهي بقت تسيبها خلاص. تمام. بصوا حبايبي انا كده ايه الميه بدات تغلي. تمام. فانا ايه هحط العصبان. حطيت ايه ورق لورا، فصين حبهان. تمام. وهنحطوها كده اما الميه كده تغلي. تمام اهو. الخيط اللي فيه طبعا ده هيتقص بس عند السوا ان شاء الله. تمام. انا خرمتها كويس. بصوا حبيبي انا كده ايه هحط معلقه ملح على عشان دي ميه. تمام. فانا هحط ايه معلقه ملح اهي واقلبها. تمام اهو. وهنسيبها لما تستوي نقدمها مع بعض. بصوا انا كان عندي كيس متفرز، كيس كرنب. تمام. فعملته ايه جنب العصبان. تمام. بصوا حبايبي انا حطيت معلقه صلصه وفلفل اسمر، وحطيت حبه ملح صغيره جدا. تمام. لان احنا حطينا شوربه الكوارع سقينا بيها المحشي. تمام. وحطيناها فوق الوش هنعملها مع بعض. بصوا كده اهو احنا قلبناها مع بعض. تمام اهو. احط كده جزء في المحشي. تمام. عشان تحمر المحشي برضو اكتر ويبقى احسن. بصوا حبايبي اهو المحشي بدأ يغلي. تمام. وهنحطه برضو كده على ايه عشان احنا بعد ما يستوى هندخلها ايه ندخلها الفرن. تمام اهو. تمام اهو. خفيف كده اهو. يبقى معلقه الصلصه دي حطيت فيها ايه ملح فلفل اسمر ومعلقه صلصه. تمام. بص كده هعمل ايه ادي مكعب زبده اهو وهنا. تمام اهو. خلاص اهو. تمام اهو.
هيبقى طعمه تحفة ان شاء الله، ان شاء الله هيعجبكم جدا. بصوا حبايبي انا كده ايه حطيت مكعبين زبدة تمام، وهحط برضو عشان الزبدة ما تتحرقش هحط برضو شوية زيت تمام، هنحمروها ايه فيها. خلاص اهو. نحط شوية ملح كده عشان تديها قرمشة كده شوية تمام اهو. بصوا حبايبي كده اهو. طبعا احنا هنفك الخيط اللي عليها بس تحمر الاول عشان الرز ما يطلعش بره. بصوا حبايبي اهو، هو انا موطيت عليه النار خالص. ليه؟ عشان مش عايزاه ايه في الاول النار كانت عاليه عشان مش عايزاه يفرقع تمام، لانه زي ما انتم شايفين كده بيفضل يفرقع، فتخلي بالكم منه تمام اهو. ده اللون اللي احنا ايه عايزينه اهو تمام. يعني خلي النار كده ممكن تكون وسط، ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي تمام اهو. انا ما رضيتش احمرها طبعا، انا عندي مقص للاكل بقص بيه يعني تمام، فما رضيتش اقصها وهي لسه ما اتحمرتش عشان تبقى ماسكه كده في بعضها تمام، لان لو اتقصت قبل ما تتحمر بتفك. بصوا حبايبي انا كده ايه خلصت تمام المحشي، وكان عندي بتنجان عملته وكرنب، وادي العزبون مستويه وخطيره خطيره خطيره اهو. بصوا مستويه جدا. دي الكوارع. دي الكوارع، وادي العزبون برضو مستويه تمام. يا رب كده تعجبكم الفيديو. ومع كوباية بقى شوربة كوارع، ومع طاجن بقى الكوارع أو يعني طبق الكوارع تمام. شايفين؟ وادي كده وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وتعليق حلو. يلا سلام عليكم.